باخرة كروز، فيروس خطير ووفيات وسط المسافرين. ولكن واش هاد القصة حقيقة ولا فيلم ديال السوشيال ميديا؟ بقاو معايا حتى نهاية الفيديو باش تفهموا الحقيقة كلها من الأول حتى الآخر. وما تنساوش إخواني تبارطاجيو هاد الفيديو إلى أكثر عدد من المشاهدات باش الناس تحضي راسها. ما تنساوش الإخوان باش ديروا لايك باش تدعموا القناة ديالنا، وديروا الاشتراك كومسا يوصلكم جميع الفيديوهات، هذا فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل المغرب أو لا خارج المغرب. اليوم بغيت نهضر معاكم على واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم بزاف، اللي دار ضجة كبيرة وكبيرة في السوشيال ميديا، واللي متعلق بالفيروس هانتا، وقصة ديال باخرة كروز اللي هو داك لو باتو دو كروازيير اللي جاي من أمريكية الجنوبية تجاه أوروبا، جاي من الأرجنتين اتجاه إسبانيا. هادشي على ما تيقولوا. دونك واللي كيتقال فيها باللي كانوا 3 ديال الحالات ديال الوفيات وسط المسافرين، و7 ديال الحالات اللي هي مصابة. أنا ماشي هادشي اللي قلتو، هادشي اللي قالوه في السوشيال ميديا. دونك ولكن خاصنا نكونوا واضحين وصريحين مع بعضياتنا. كاين أخبار وتقارير إعلامية ذكرات تسجيل هاد 3 ديال الحالات ديال الوفيات مرتبطة بهاد الفيروس اللي هو فيروس هانتا في واحد الرحلة اللي قلت لكم بحرية، ولكن اللي كانت بتاريخ 11 أبريل الماضي، اللي هي في داك الباخرة كروز اللي هو ستان باتو دو كروازيير. كان واحد من جنسية هولندية، وواحد من جنسية إنجليزية، وواحد من جنسية ألمانية على ما قالوا. دونك غادي نشوفوا التفاصيل، ولكن هاد التفاصيل اللي كتدور في السوشيال ميديا بطبيعة الحال مازال خاصها تدقيق وتأكيد من مصادر طبية رسمية موثوقة ولا من منظمة الصحة العالمية. حد الآن ما كاين والو، لا من مصادر طبية رسمية ولا من منظمة الصحة العالمية. اوكي كومسا باش نكونوا متفاهمين. متى تكون شي حالة من هاد الأحالات بحال هاد الحالات ديال لي فيروس، أول حد تيخرج بالتصريح وهي منظمة الصحة العالمية، تخرجها في الإعلام العالمي. دونك يعني المعلومات اللي كتدور حاليا فيها خلط بين أخبار حقيقية حول هذا الفيروس اللي هو فيروس هانتا، وبين روايات اللي هي مبالغ فيها وغير دقيقة. كومسا غير باش تكونوا على علم، هادشي راه ما منه حتى شي حاجة اللي هي صحيحة حد الآن. دونك هاد الفيروس هانتا هو فعلا كاين في العالم، ولكن هو راه قديم، ماشي عاد ان فيروس جديد، هو راه قديم. وهذا الفيروس كيتنقل غالبا من الفئران، من داك البول ديالهم ولا دوك لي بوزوان ديالهم
او لا الا كانت شي غبره، شي غبره متلوته الانسان تيشمها ويقدر يتعادى هادشي. ولكن غالبا ما تتكونش هاد الحالات، غالبا ما تيتقاش بسهوله ما بين الناس، ماشي بحال الرواح ولا الكوفيد ولا شي حاجه اخرى. هادشي هادي نادره من هذا. دونك حيت من تنشوف ولا تنسمع شي فيديو ما تنثقش به انا بعدا اصلا، سي نورمال باسكو في لي سوشيال ميديا، ولكن ما تنعطيكمش المعلومه حتى تنبحث عليها مزيان في مصادر موثوقه، وزياده حتى تنسول الناس الاختصاصيين، لا في مجال الطب الا كانت شي حاجه ديال الصحه، ولا مجال الرياضه اذا كانت تهم الرياضه بطبيعه الحال، ولا في مجال القانون، ولا في شي مجال اخر. دونك داكشي علاش انايا ما تنزربش باش تنخرج حتى تكون شي حاجه اللي هي موثوقه. دونك هاد الاخبار كما قلت لكم ما كايناش شي اخبار اللي هي رسميه باش الانسان ما يبقاش في واحد الرعب، حيت كاينين شي قنوات اللي تيخرجوا بهاد 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 لي فيديو وتيقولهم وتينوضوا تيبقاو يهضروا الفيروس، ما قال الفيروس خطير تيقيس بنادم تيقتل بنادم ماتوا 3. الله يخليكم الاخوان، لحد الان ما كاين حتى شي مصادر كما قلت لكم طبيه رسميه موثوقه ولا من منظمه الصحه. دونك باش الانسان يكون مهني من هذه الناحيه. المشكل الكبير وهو ان السوشيال ميديا كتخلط ما بين المعلومه طبيه صحيحه وقصه، قصه دراميه كتزاد عليها تفاصيل باش تتولي فيغال. وحشومه هادشي. عطيو المعلومه الصحيحه للناس. تنقول هاد الناس ديال السوشيال ميديا عطيو الله يخليكم المعلومه الصحيحه ديال الناس، وماشي غير الغلط في الغلط. الله يهديكم يا ناس. دونك بالنسبه للقصه ديال هاد الباخره، هاد الباطو دو كروازيير اللي كيدور عليه هاد الكلام، راه الاخوان سمعوني مزيان، حتى لهاد النهار الاربع في 6 ماي راه ما كاين حتى شي مصدر كما قلت لكم رسمي كيدعم هاد التفاصيل اللي كتقول بان كاين 3 وفيات او لا شي حالات من طوارئ بحال هاد الشكل، الا اللي داز في السوشيال ميديا. دونك غير تنأكد عليكم باش تكونوا مهنيين. وإلا كانت شي حاجه حقيقه من هاد الفيروس راه غتخرج في القنوات العالميه غادي يهضروا بها. دونك الانسان ما يمشيش مع هاد السوشيال ميديا، الله يخليكم الاخوان. ولهذا خصنا نتعاملوا مع هاد النوع ديال الاخبار بحذر كبير. خصنا نتعاملوا معاه هاد النوع ديال الاخبار بحذر كبير، وما نبقاوش نامنوا باي فيديو في السوشيال ميديا. تنقولها وتنعاودها، ما نبقاوش نامنوا باي فيديو في السوشيال ميديا. ديجا درت البارح في واحد لا فيديو يمكنكم تشوفوها، درتها خصيصا على فيها واحد 12 دقيقه ولا 13 دقيقه، درتها خصيصا هذيك النصيحه اللي تنهضر عليها على على حساب السوشيال ميديا. دونك كما قلت لكم ما نبقاوش نامنوا باي فيديو في السوشيال ميديا حتى نتاكدوا من المصدر ديالو. هذه نصيحه للجميع، حيت الناس كتخرج بمعلومه خاطئه. الناس يخرجوا بمعلومه خاطئه غير باش يديروا البوز ويديروا المشاهدات ويكثروا في المشاهدات ديالهم ويديروا الرعب في الناس. حشومه وحشومه هادشي. الصحه خاصها دقه ماشي الاشاعات. الصحه خاصها الدقه ماشي ديك الاشاعات. هادشي ما فيهش الضحك، سورت كلشي الا الصحه ما فيهش هادشي الضحك.
عندي رسالة مهمة، ماشي أمر، ولكن هذه من جزء من النظرية ديالي أنا، وكأخ ديال أي واحد تجاه الغيرة على كل واحد. بطبيعة الحال ما تنرضاش أنا نسمع شي حوايج اللي ما كاينينش الناس تتأمن بها. كنطلب من الجميع يديروا بالهم ويتأكدوا قبل ما ينشروا ولا يشاركوا أي خبر. تنطلب من الجميع يديروا بالهم ويتأكدوا من قبل ما ينشروا ولا يشاركوا أي خبر، حيث المعلومة الغلطة تقدر تخلق الخوف بلا سبب في البشر، وسورتو ملي تتكون شي حاجة اللي تتهم الصحة. ونزيدكم حاجة أخرى أخيرا، وهي المعلومة الصحيحة هي اللي كتحمي الناس، ماشي ديك السرعة ديال الانتشار. وخصنا نكونوا واعيين. دونك بنادم تيسرع بالزربة باش كل واحد يكون هو السباق باش ينشر داك الفيديو ديالو. دونك رسالة ديالي نتمنى تكون وصلات لهاد الناس وتزيد توصل لعدد كبير باش الناس تحضي راسها وما تبقاش غادية في دار غفلون. الإخوان باش تبارطاجيو الفيديو على أكثر عدد من الناس، العائلة ديالكم والأصدقاء ديالكم، كومسا باش يعرفوا ومين يسمعوا هاد لي فيديو اللي كاينين في السوشيال ميديا ما الإنسان ما تخلعش وما يثيقوش بداك الشيء. عندي سؤال لكم في الأخير الإخوان ديالي باش تشاركوه ونشاركوه جميع في التعليقات. كيفاش كتحكم على أي خبر؟ كتصدقوا مباشرة ولا كتقلب على المصدر ديالو؟ سؤال سهل بغينا باش نشاركوه في التعليقات ما بيناتنا. دونك الإخوان وصلنا للنهاية، نتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تبرقوا على الزر ديال الجرس والاشتراك في القناة ديالنا، وباش ديروا لايك دعموا القناة، والتعليقات ديالكم مهمة بزاف. تبارك الله عليكم، إلى اللقاء وليلة سعيدة.